اشتركوا ليصل لكم كل مرة مغامرة جديدة. في يوم من الأيام دخل سامي الطفل الذكي والفضولي وليل الطفلة المرحة المحبة للاكتشاف إلى مكتبة سحرية ضخمة. عند دخولهم بدأت الكتب تتكلم وتتحرك بصوت شجي وكأنها تريد أن تشاركهم قصصها. أضاءت المكتبة بنور الصفحات المتألقة التي جعلت كل شيء يبدو وكأنه عالم سحري. تقدمت ليلى نحو كتاب لامع يتحدث عن الحيوانات. بدأت صفحات الكتاب تتحرك لتظهر أمامهم الغابة الإفريقية، حيث شاهد الأفيال والأسود وهم يتجولون بحرية. صوت زئير الأسد كان حقيقيا لدرجة أنهم شعروا وكأنهم في قلب الغابة. ثم فتح سامي كتابا عن الفضاء، ومن خلاله تنقلوا إلى عوالم بعيدة بين النجوم والكواكب. حلقوا جميعا فوق المجرات واستمعوا إلى حكايات الأقمار والمجرات. شعور الانبهار ملأ قلوبهم. أخذتهم الجوانب السحرية أيضا إلى كتاب عن المخترعين والمبتكرين، حيث شاهدوا كيف أن الأفكار البسيطة يمكن أن تحول حياة الناس وتجعل العالم مكانا أفضل. ثم جلست الشخصيتان للتحدث والتحاور باللهجة المصرية عن أهمية القراءة وكيف أنها مفتاح المعرفة والتعلم. قالت لي: القراءة بجد أخذنا لعوالم ثانية. ووافقها سامي بقوله: كل كتاب بيقول لنا قصة مختلفة، ودي أحلى حاجة في القراءة. اختتم المشهد برسالة توجه للأطفال: القراءة بتفتح لنا عوالم جديدة، وما تنسوش تشتركوا في قناة أتعلم واضحك واتسلع لش أن تتابعوا مغامرات سامي وليلى. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصل لكم كل جديد.